السلام عليكم ورحمة الله. معادنا مع المنيو الأسبوعي لسبع وصفات لسبع أنواع من الغداء مختلفين. مجرد أفكار بناخدها جديدة تمشينا طول الأسبوع كده، منبقاش قاعدين مستنيين كل يوم نقول هناكل إيه هناكل إيه. يعني خدي من الفيديو اللي يناسبك. طبعا الفيديو ده ملخص سريع للوصفات، ولكن الوصفات كلها كاملة هسيبها لك في صندوق الوصف تقدري تشوفيها. اول حاجه معايا هي مندي الفراخ. قبل ما نبدا الفيديو، انا هلا ابو بكر، لايك وشير للفيديو عشان يترفع الكل يشوفه، ويلا نقول بسم الله ونبدا. مندي الفراخ اول وصفه معايا، تعالوا نشوف عملناها ازاي. اكله لذيذه جدا. بجيب عندي فرخه تكون كبيره شويه، يعني 2 كيلو مثلا. ببدا افتحها زي ما انتم شايفين كده، طبعا بعد ما اغسلها كويس قوي. وانا عندي هقسمها نصين، تقدروا ما تقسموهاش نصين براحتكم، ولكن انا شايفه ان القسم فيها احسن عشان تتبل كويس. التتبيله بقى وهي عباره عن بصلايه مبشوره وكمان طماطمايه مبشوره. هاخدهم واصفيهم كويس قوي عشان عايزه بس الميه بتاعتهم ومش عايزه التفل بتاعهم. تعالوا نبهر بقى الميه، معلقه كبيره من الكركم، معلقه كبيره من الكاري، بهارات الفراخ، فلفل وملح كمان. خلاص كده، بس كده هي دي الخلطه، وعليها عصير ليمونه. هقلب كويس قوي كل ده مع بعضه، وناخد الفراخ بتاعتنا ننقعها في التتبيله دي ليله كامله، ولو مستعجلين قوي يبقى ساعتين 3. تعالوا بقى نحضر الرز. عندي في صينيه كده هسوي فيها. هجيب فلفل وطماطم وبصل وحبهان ورق لوري وفلفل اسود وقرنفل، احطهم كلهم مع بعض. وهجيب نص كيلو من الرز، غسلاه ونقعاه نص ساعه بس. هقلبه كويس مع الحاجات اللي انا حطيتها. هغطي شويه بالميه المغليه الشبكه بتاعتي، وهبتدي ارص الفراخ عليها. لو ما عنديش شبكه ممكن احط ورقه فويل واعمل لها فتحات كده واحط عليها الفراخ. ابتدي احط بقيه الخلطه اللي بتاعت الفراخ كده على الفراخ من على الوش. عندنا بقى حتتين قشطه احطهم عليها، ما عندناش يبقى قطع من الزبده كده نوزعهم على الفراخ، تدي طعم روعه. هبتدي اغطي بصينيه كمان وبورق فويل. لو ما عنديش صينيه تانية ممكن اغطي بورقه زبده وعليها ورق الفويل، انا بس مش عايزه ورق الفويل يكون ملامس للفراخ. في الفرن بقى هيكون متشغل قبلها، والفرن يكون سخن درجه حراره عاليه لمدة ساعة. بعد كده هبتدي افتح من عليها الغطا واسيبها كده نص ساعة تاخد اللون الحلو ده. عايزة اقول لكم اكلة جميلة 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 ومش مجهدة ابدا ابدا ابدا، زي ما انتم شايفين حتى ما خدتش معانا مواعين كتير. بصوا بقى الرز مفلفل وطعمه رهيب متشرب من الفراخ، يعني من الاخر بجد اكلة تقدري تعمليها في كمان في عزومة، حاجة يعني تشرف. ودي كانت اول وصفة معانا وهي مندي الفراخ. زي ما انتوا شفتوا كده عملناه بمنتهى البساطة وسهولة، وتنفعنا بقى شتاء صيف، شغالة معانا في كل الاوقات بجد، ومن جمالها هتدمنوها. تعالوا نشوف تاني صنف معايا في المنيو هو ايه. الحواوشي مفيش كبير ولا صغير بيختلف عليه، بنحبه وساعات بنحب ناكله كده في الوقت السرعة، يعني الازمات. هعمله معاكم بطريقة سهلة وبسيطة. اول حاجة انا بستخدم عندي نص كيلو من اللحمة المفرومة، بضيف عليه بصل، بضيف عليه الجزر المبشور. ولازم بقى يا جماعة، وده اللي بيخلي الحواوشي في حتة تانية خالص، يعني 50 أو 100 جرام كده من اللية. وزي ما انتوا واخدين معايا كده على طول، أنا بحب أكتر البصل قوي في الحواوشي أو في أي حاجة فيها لحوم. البهارات بقى شوية من السبع بهارات والقرفة، ومعلقة كده من اللورة على الحبهان المطحون، وفلفل اسود بس مش اكتر. ممكن نحط شويه جنزبيل. هبتدي اقلب كل ده كويس قوي. الماده الدهنيه عندي كانت اللية، ما حطيتش اي حاجه تاني. بدمجهم كويس قوي، وبجيب فحمايه كده متولعه واطفيها بشويه او معلقه من السمنه واغطي. انا كده اديت تدخينه للحمه ذات نفسها. اتفرجوا بقى على طعم الحواوشي وجماله، حاجه فوق الروعه. بعد كده ببتدي اجيب العيش بتاعي وافتحه زي ما انتم شايفين كده، وباخد شويه من اللحمه وافردهم. هنا مش عايز طبقه اللحمه تبقى كبيره قوي، نخليها وسط يا جماعه. ليه؟ علشان تكون مستويه ويكون الطعم حلو كده، في تجانس بين العيش واللحمه. حلو. هبتدي بعد كده اجيب بقى سمنه على زيت وبدهن العيش من فوق ومن تحت على الوشين. الكميه كلها اعملها بنفس الطريقه. نص كيلو لحمه يعمل لي ما شاء الله كميه كبيره قوي، نقدر كمان نعمله بربع كيلو لحمه بس، وهيعمل لنا حوالي 10 سندوتشات. يلا بقى على البوتاجاز، لا اما في طاسه ما بتلزقش، لا اما في جريلا زي اللي عندي دي كده، ابتدي اديها دهنه من الزيت والسمنه وارص عليها العيش بتاعي. اخدتوا بالكم طبعا ان انا بحطه على وشه في الاول. احلى حاجه للتسويه بجد، احلى حاجه نسوي عليها الحواوشي هو الجريلا او الطاسه. الفرن بحس ان هو بينشف الحواوشي جدا، انما الجريلا او الطاسه بتدي
لون حلو جدا للحواوشي، ما بينشفش، بيكون مستوي من جوه، بيبقى جميل جدا. اللهم بارك. بس كده عملت معاكم الحواوشي بمنتهى البساطة، طعمه حلو قوي ومميز قوي، لازم تجربوه. شوية بقى كده من المخلل وشوية من الطحينة، اظن ان احنا مش محتاجين حاجة تاني للغدا. بصوا بقى جماله من جوه. تعالوا نشوف بقى كده الوصفة اللي بعد كده، وهي ايه المنيو بتاعنا النهاردة. ايه، في سندوتشات كتيرة شوية. سندوتشات الكبدة، الكبدة اللي كنا بنحبها وبناكلها طبعا في الشارع، بيكون طعمها مميز جدا. هعملها معاكم النهاردة بنفس الطريقة. هاتي نص كيلو من الكبدة وتعالي نحضر الخلطة. عندي كده شوية محترمين من التوم المفروم، حوالي ايه راس كبيرة، يعني معلقتين كبار توم مفروم، عليهم معلقتين كبار كزبرة وكمون. يلا بقى الخلطة دي لازم تتقلب كويس جدا جدا جدا، نعملها زي المعجون بالظبط. خلاص كده. على البوتاجاز بقى شوية من الزيت، وهنزل فيهم بشوية من اللية. اللية بتخلي الوصفة تحفة، وبتديها ريحة بقى ما اقولكوش. انا هنا مش عايزة اللية تسيح، انا عايزاها بس كده يا دوبك تبتدي تشتغل مع الكبدة وانا شغالة. هبتدي انزل بالخلطة بتاعتي اللي عملتها بتاعت التوم. اول ما الريحة بتاعته تطلع بتاعت التوم، هبتدي انزل بمعلقتين كبار من الخل، وبعد كده انزل بالكبده بتاعتي المتقطعه. هنا طبعا انا مقطعه الكبده مع القلب، بيتعامل نفس المعامله، بعمله نفس المعامله. انا عن نفسي بحب القلب اكتر. هبتدي اقلب كده في الكبده لحد ما لونها يتغير زي ما انتم شايفين بالظبط. هجيب بقى طماطميه واحده متقطعه مكعبات صغيره وهضيفها على الكبده، وبعد كده هضيف بقى فلفل الحامي او البارد زي ما تحبوا. هظبط الملح بتاعي وبس كده. ما بخليش عندي الفلفل ياخد وقت كبير على النار، ما بحبوش طري، لا. يعني بضيفه بعد الكبده ما تكون استوت، هو والطماطمايه، يعني تقلبتين كده 3 وخلاص بطفي. يلا بقى العيش البلدي الحلو بتاعنا، واعملي احلى سندوتشات مع شويه طحينه، بجد بجد هتاكلي صوابعك وراه. تعالوا نشوف الوصفه اللي بعد كده ايه. ملك السفره الحمام. الحمام بمنتهى البساطه تقدروا تعملوه بقى جنب اي حاجه انتوا حابين تعملوه بيها. طبعا بنشتري الحمام ونغسله كويس قوي وننضفه كويس قوي. تعالوا نشوف الخلطه اللي هنعملها. عندي معلقه كبيره من السمنه، هحط عليها بصل مفروم وهقلب كويس قوي. دي طريقتي المعتمده في الحمام، ما بغيرهاش. بحط عليها كمان شويه من الفلفل الحبهان ورق اللوري. واول ما البصلايه لونها يبقى دهبي غامق، اضيف بقى الرز بتاعي. انا هنا الرز غسلاه بس مش نقعاه. اظبط الملح، اديها كده شويه صغيرين من الميه، يا دوبك يستوي نص سوا، يبقى جاهز عندي يبرد، وابتدي اخد الحمام احشيه زي ما انتم شايفين كده. بحشيها من جوه، وكمان بحشيها من عند الرقبه والزور كويس قوي. وعمر الحمام ما هيفرقع معايا، وهقول لكم دلوقتي ازاي الحمام عمره ما يفرقع معايا. اكتفه طبعا، ودي اصعب خطوه عندي في الحمام كله، تكتيف الحمام. مش عارفه انتوا زيي ولا انا لوحدي كده، يعني ما بعرفش اكتف الحمام ابدا، وبيبقى صعب جدا بالنسبه لي، وبخاف كل مره ما اجي اكتف الحمام، بس على مين برضه في الاخر بكتفه يعني. خلاص، احشوا زي ما انتوا عايزين، ووزعوا الرز كويس. وتعالوا نشوف هنعمل ايه ونسلقه ازاي. في حله على النار بنزل بمعلقه من السمنه، بصل كرفس جزر ورق لوري حبهان فلفل اسود، اقلب كويس ريحته تطلع، انزل بالميه. خلاص كده الميه غليت، انزل بالحمام. بصوا بقى انا حطاه على مصفى زي ما خدتوا بالكم كده، انزله كده لحظه ياخد وضعه من الميه المغليه، وبعد كده احطه، ما بحطوش على طول. خلاص. بعد كده بقى ههدي النار عليه واخليها وسط كده لحد ما يستوي يبقى زي الفل معايا. احط له الملح واطلعه بقى في شويه من السمنه البلدي كده والزيت، وابتدي احمره لحد ما ياخد اللون الجميل ده معايا. بصوا بقى اللهم بارك، يعني ما تحتاجوش ان تروحوا مطعم اصلا. يلا نشوف الوصفه اللي بعد كده، وهي ايه؟ كباب الحله. كباب الحله من الاكلات الحلوه قوي اللي بنحب ناكلها بره، وكاننا مش هنعرف نعملها في البيت، لا احنا هنعرف نعملها باحلى من بره كمان، بابسط طريقه. نص كيلو لحمه، وتعالي ورايا وشوفي هنعمل ايه بمنتهى البساطه. عندي كده اولا حله على النار، بنزل فيها بمعلقه كبيره من السمنه، وبعد كده طبعا الحله عندي هتكون ساخنه جدا. هبتدي انزل بقطع اللحمه، وزي ما انتم شايفين هنا انا اللحمه عندي فيها نسبه من الدهون، ودي احلى لحمه لكباب الحله، انا ما بحبهاش غير كده. لو عايزين تستخدموا اي قطعيه براحتكم. اهم حاجه كمان اني بكون مقطعه اللحمه مكعبات وسط، يعني مش كبيره قوي مش صغيره قوي. خلاص. هبتدي اضيفها كلها زي ما انتم شايفين كده، وهبتدي بعد دقيقتين 3 اقلب. امتى اقلب؟ لما احس ان اللحمه خلاص مسكت نفسها من تحت كده وبدات تاخد لون الذهبي الغامق من تحت، ابتدي اقلب بعد كده. بلاش نقلب اول ما اللحمه تنزل عشان ما تنزلش الميه بتاعتها، وبعد كده تنشف ما تبقاش طريه من جوه.
هبتدي اقلب في اللحمه كلها لحد ما تاخد اللون البني الغامق. بقلب هنا على مسرعه لكم بس الفيديو، لكن انا بقلب كل مثلا دقيقتين 3. ادي بقى رشه من الفلفل الاسود. خلاص كده تمام. هبتدي بقى انزل تدريجيا بكوبايه كوبايه من الميه المغليه. الميه المغليه مش الميه العاديه، لان لو نزلت بالميه العاديه بعيد سوى اللحم من اول وجديد، ببطأ طبعا جدا في عمليه السوى. اول ما اللحمه عندي تشرب كوبايه الميه المغليه او نص كوبايه الميه المغليه، انزل زيها بالظبط واغطي عليها لحد ما تتشرب، وبعد كده انزل باللي بعدها. عايزه اقول لكم ان انا حاطه هنا اللحمه على نار وسط. تعالوا بقى نحضر خلطه كده هتربط بيها. عندي حوالي ربع كوبايه ميه ومعلقتين كبار من الدقيق، بحطهم عليها، بقلب كويس قوي، بضيفهم على اللحمه، اظبط الملح بتاعي. ما بضيفش هنا الخلطه دي الا لما اللحمه عندي تكون استوت 100%. هضيفها لان هي اللي هتعمل لي الصوص الحلو ده. اظن مفيش احلى ولا اسهل من كده، بمنتهى البساطه وبمنتهى السرعه كمان. كلوا بقى زي ما انتوا حابين، مكرونه سباكيتي، مكرونه محمره، رز بالعيش، زي ما انتوا حابين. تعالوا نشوف الوصفه اللي بعد كده ايه. الاندومي. الاندومي اللي كلنا بنحبه، بس هنعمله بطريقه حلوه شويه، وهتبقى يعني فيها شويه من الصحه كده يعني هندخل فيه كده خضار او حاجات تانية كده تخليه فيه فايدة شوية. تعالوا نشوف عملناه ازاي بطريقة بسيطة جدا. طاسة عندي على النار، هبتدي انزل بشوية من الزيت. وانا عندي هنا بواقي الفراخ المسلوقة، يعني لما عندنا يكون عندنا بواقي فراخ مسلوقة يعني هيستخدموه بحاجة حلوة هتعجب ولادنا، مش هنقعد نتحايل عليهم ان هم ياكلوها. في الطاسه ومعاها رشه من الفلفل الاسود، وكمان هحط عليها شويه من المشروم. يا سلام بقى، عايزه اقول لكم ان احنا رفعنا القيمه الغذائيه اصلا، حطيناه في حته تانية اصلا، هو ما فيهوش قيمه غذائيه بس احنا عملنا له قيمه غذائيه. تمام. لما اقلبهم كويس كده مع بعض ويتشوحوا كويس، هنزل عليهم بمعلقتين كبار من صلصه الصويا صوص، وهبتدي اقلب كويس. كمان هنزل بمعلقتين كبار من الكاتشب، وليك الحريه هنا تحطي الكاتشب لا اما حار او عادي زي ما انت حابه. خلاص كده. بعد كده هديهم بقى كوبايه من الميه وهسيبهم مع بعض يغلوا. انا عن نفسي لما ولادي بيغلبوني في الكلام يعني وخلاص عايزين اندومي، بعمله لهم بالطريقه دي عشان ايه؟ تأنيب الضمير يعني يريحني شويه. بعد كده هبتدي اضيف البهارات اللي عندي واظبط الملح، وخلي بالنا ان في ملح في الصويا اصلا. بعد كده بقى هضيف 2 باكت من الاندومي، وتضيفوا الكميه اللي انتوا عايزينها براحتكم. هضيف بقى الملح والفلفل الاسود، ونخلي بالنا عشان كان في الصويا ملح طبعا. هغطي عليهم وعلى نار متوسطه كده، اسيبهم يتشربوا لحد ما الاندومي بتاعي يستوي. هبتدي اقلب كده الاقيه مستوي. خلاص كده تمام. لو حابين يبقى فيه شويه من الميه يعني كده شوربه شويه، زودوا الميه شويه براحتكم. اظن بقى مغذي المشروم والفراخ، شويه من الخضار كمان، مفيش احلى من كده. اعملوه وانتم مطمنين. تعالوا نشوف بعد كده هنعمل ايه. سندوتشات الجمبري المقلي المقرمش. يا سلام بقى لما نبقى نكون نفسنا ناكل السندوتشات دي ونلاقيها بره بمبلغ وقدره. تقدروا تعملوها في البيت بمنتهى البساطة. لو انت عدد الأسرة عندك 5 أفراد وفيما فوق، تقدري تجيبي نص كيلو جمبري بس. لو أقل من كده تقدري تجيبي ربع كيلو جمبري وهتعملي برضو وليمة. تعالوا نشوف تبلناها ازاي. عندي معلقة كبيرة من الثوم المفروم، كزبرة، طماطماية، فلفل رومي أو أحمر أو حامي براحتك، معلقة من البابريكا، كمون، شوية من الملح، بس كده. افرمي ده كله كويس قوي وضيفيه على الجمبري وقلبي قلبي كويس قوي، وضيفي كمان عصير ليمونه. تمام كده. خلاص تعالوا نجهز الطبقه الخارجيه. دقيق وشويه من الكركم وشويه من بهارات السمك لو عندنا. هبتدي اخد شويه شويه من الجمبري، احطه كويس قوي في الدقيق وادوس عليه كويس قوي بايدي وانخله كده عشان انزل الدقيق الزياده. زيت بقى غزير يكون سخن. هبتدي ادي تنديه كده للجمبري قبل ما احطه في الزيت بايدي كده بشويه من الميه، واحط الجمبري في الزيت. وبعد كده هسيبه لمده 4 دقايق، هيطلع معايا بالجمال ده. ما نكترش في سوى الجمبري علشان ما يشدش معانا. 4 دقايق كفايه قوي، هيكون طالع معايا بالقرمشه الجميله دي واللون الرهيب ده. يلا بقى العيش البلدي الحلو بتاعنا، شويه من الجمبري، شويه من البقدونس، شويه من الطحينه، مخلل زي ما انت حابه اعملي وحطي براحتك جدا. كده اكون عملت معاكم 7 وصفات ل7 وجبات في الاسبوع، حلوة سريعة، افكار جديدة. خدوا منها بس اللي يناسبكم يا جماعة. يعني مش لازم تاخدوا المنيو كله زي ما هو، لا، ممكن تاخدوا منه فكرة او 2 على حسب ظروفكم وعلى حسب الميزانية بتاعتكم. كالعادة هستنى منكم اللايك والشير. لو كنتوا اول مرة بتشوفوني او بتشوفوا قناتي على اليوتيوب، يشرفني اشتراككم في القناة وتفعيل زر الجرس، واقول لكم بالهنا والشفا ومع السلامة.